ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. يوم جديد ان شاء الله وعام دراسي جديد ان شاء الله بكل خير على اولادنا، ويكونوا خارجين كده مبسوطين من السنه الدراسيه بتاعتهم. بس حابه اقول لكم او ابشركم ان في جيل جديد طالع لينا في المستقبل، وهو جيل ابن امه وجيل ست البيت اللي عايزه تتطلق من اول شهر جواز، لان مش هينفع يعتمد عليها تفتح بيت. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم من اللي انا شفته النهارده قدام المدرسه، مهزله بمعنى الكلمه. هتقولوا لي ازاي؟ هقول لكم لما تبقى ولية امر واقفه ماسكه لبنتها الشنطه، وبنتها تقول لها يا مامي انا عايزه اكل، اصبري ما تفتحيش الشنطه عشان السوسته بتاعت الشنطه هتعورك، انا هفتحهالك. اصبري ما تفتحيش اللانش بوكس عشان ايدك ما توجعكيش، انا هفتحهولك واكلك. لا ما تفضليش ماسكه السندوتش كده ورافعه ايدك لفوق، ايديكي توجعك. انا هقطع لك لقمه لقمه واحطها لك في بقك. لما تحتاجي حاجه خلي الميس تكلمني، انا حاطه لك الرقم بتاعي على كل كراسه وكل كشكول وفي النوت بوكس بتاعك، خليها تكلمني وانا اقول لها هي بتعمل انا بعملها لك ازاي. لما حضرتك تقولي لابنك لما تحب تخش الحمام يبقى خلي الميس تخش معاك وتستناك عشان لو احتجت حاجه تنفذها لك. حضرتك في البيت بتبقي واقفه فوق راس ابنك في الحمام؟ حضرتك في البيت بتبقي واقفه ماسكه اللقمه لبنتك بتحطها في بقها وهي بنتك خلاص 6 سنين؟ انا كان كل تفكيري وانا واقفه بستمع ليهم واللي هم بيعملوه، انا هروح اعمل اللي ورايا في البيت ازاي. انا عايزه اعمل اكل يكفيني يومين ما اقفش في المطبخ. انا عايزه المواعين اللي في الحوض وعلى البوتاجاز تتغسل لوحدها، وعايزه الشقه تنضف لوحدها. انا كل تفكيري عايزين نعمل جدول عشان المذاكرة، عشان دلوقتي احنا في مرحلة تأسيس، مرحلة كيجي، ومعانا مرحلة ابتدائي، ومعانا طفلة لسه 3 شهور. فاحنا عايزين نرتب دنيتنا ونرستق نفسنا عشان السنة تبقى سنة سعيدة ان شاء الله علينا كده بدون خسائر نفسية او جسدية. ده كان كل تفكيري. لكن اللي انا شفته النهاردة دي مهزلة بمعنى الكلمة. وبعدين في حاجة انا عايزة اتكلم فيها. لما تبقى ام رايحه تودي ابنها او بنتها المدرسه وحاطه فول ميك اب الصبح الساعه 7 الصبح، حضرتك جبتي طاقه منين تحطي فيها فول ميك اب؟ حضرتك جبتي وقت منين تصحي تحطي اللي حضرتك حاطاه في وشك ده كله؟ حضرتك الطاقه دي قوليلي انت اشتريتيها منين او جبتيها منين وانا اروح اشتريها، والله اروح اشتريها باي مبلغ. لكن اللي حصل النهارده دي كانت حنة شيماء، ده ما كانش يوم استقبال اطفال. وبعدين في ولية امر كده انا شفتها، اللي هم دخلوا الولاد يلعبوا شوية مع المسات بتاعتهم عشان دول طبعا مرحلة كيجي، يعني يعتبر زي الحضانة، في حاجة جديدة عليهم. فالمسات واقفة بتلعب معاهم وبتجريهم وكده، تجري تخشي. لا بنتي ما تجريش كده، بنتي تتعب وهي بتجري كده، لا ما تجريهاش. حضرتك في ايه؟ حضرتك دخلتيها مدرسة ليه؟ لا حبيبتي انت جريتي 3 دقايق، اقعدي جنبي. لا حضرتك انت بتلعبيهم لعبة الكراسي، لا بنتي تقعد على كرسي. لا ومحدش يجري وراها يزقها بنتي تقع على وشها. حضرتك جبتيها المدرسة ليه؟ ما حضرتك تدخليها مدرسة لوحدها، ما يبقاش معاها اطفال. حضرتك يعني تعيني لها ناني في المدرسة، بحيث ان هي تبقى قاعدة ماسكه لها السندوتش تاكلها، وازازة المية في ايديها لما تحب تشرب تشربها، وتخش معاها الحمام، ولما تحب تهرش في دماغها او في ظهرها تهرش لها. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه التربية الحديثة اللي انتوا بتتكلموا عليها؟ انا على ايامي انا كنت 7 سنين في اولى ابتدائي، كنت بروح المدرسة لوحدي، وكنت باخد المصاريف في شنطتي ادفعها، وكنت اقف في طابور استلام الكتب، غير اللي بيحصل مع اولادنا. احنا دلوقتي الام والاب مسؤولين ان احنا بنروح ندفع مصاريف وبنستلم كتب وبنشيل شنطة على ظهرنا. زمان ما كانش فيه كده. احنا مرفهين ولادنا بطريقة مبالغ فيها، بطريقة ان فعلا 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 مفيش حد يعني طفل تعتمدي عليه في حاجة من التربية اللي انتوا عاملينها او من الاسلوب اللي انتوا عاملينه، او بمعنى اصح كلمة تربية حديثة اللي انتوا ماسكينها لنا الايام دي. لما حضرتك مخلية ابنك معتمد عليكي اعتماد كلي، ان هو لدرجة ان ممكن وهو نايم تقولي له يا حبيبي لما تحب تتقلب ابقى خبط عليا عشان اجي اقلبك.
من الجنب ده للجنب ده. ده اللي انا شفته النهارده. هتقولي لي من ولية امر واحده، هقول لكم لا، 3/4 اولياء الامور النهارده اللي واقفين محتاجين شنطه وزمزميه ويرجعوا المدارس تاني. بس دي مش ولية امر، دي مش واحده فاتحه بيت، دي مش واحده مسؤوله. هتقولي لي ليه؟ هقول لكم لان هي بتربي تربيه احنا هنشيل يعني عواقبها بعدين، هنشوف منها مهازل بعدين. احنا ولادنا بيلقطوا سلوك من غيرنا. يعني انا ابني لما يشوفك بتعملي كده مع بنتك او ابنك، يبقى انا بالنسبه له ام جحده. انا بالنسبه له ام جحده، ام ما بتشيلهوش تدخله الحمام ولا بتاكله ولا بتشربه. فورتوا دمنا يا جماعه الصبح، ارحمونا وامنعوا كلمه تربيه حديثه.